مساء الخير حبايبي، يلا مع بعض كده نعمل أجمل وأحلى شوية قرص فلاحي لزوم الشتاء بقى والجو البرد دوت والعنمطرة اللي عندنا. مع بعض كده هنعمل قرص فلاحي طرية جدا بمكونات كلها عندك في المطبخ. مش هنحط فيها بقى أي افتكاسات يبقى مكلفة أو حاجات مش موجودة عندك. هقول لكم اللون الأحمر ده بيطلع ازاي والتسوية بتاعتها بتطلع ازاي، كل ده في الفيديو إن شاء الله. فيديو سهل وبسيط، يا رب يكون خفيف على قلوبكم. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك. هوريكم شكل القرص قد ايه هي طرية وقد ايه هي خفيفة. وهقول لكم برضو لو عايزينها من المنفوخة اللي عاملة زي العيش الكايزر كده هقول لكم ازاي. قرص بجد يعني ريحتها حلوة قوي، ولو قعدت تاني يوم هقول لكم تكاية كده بعملها بسمنة بلدي وزبدة فلاحي، رغم انها ولا معمولة بالسمنة البلدي ولا بالزبدة الفلاحي. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك لو عجبكم القرص وشكلها، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتحطوا اللايك مهم جدا يا جماعة عشان يخليني اقدر استمر في القناة. مع بعض كده نشوف القرص معايا كده. انا هعمله في العجان بس هقول لكم معايا ايه. اول حاجه معايا دول كوبايتين لبن رايب، حوالي نص كيلو لبن عندي سبته في التلاجة راب، يعني سبته بقاله كام يوم في التلاجة راب. هرميه ابدا؟ عمري ما ارميه، بالعكس ده بالنسبه لي بيبقى حلو. او لبن غليتيه راب او لبن قبل ما تغليه راب، يعني فهماني، في كلتا الاحوال لبن رايب. او كوبايتين لبن هتسيبهم يغلوا على النار، تحطي عليهم معلقه خل، هيقطع يبقى معاكي رايب، وهو ده الريحه بتاعه اللبن. دفيتهم على النار، وده شيء مهم جدا. لاحظوا ان احنا في جو شتاء فلازم الحاجه تكون دافيه ومرتاحه كويس. حطيت عليهم 3 معالق سكر وايه، وقلبتهم كده في اللبن في القرايب الدافي ده. هنزل عليهم بقى هنا بكوبايه الا ربع. هي ربعها سمنه ونصها زيت، يعني كوبايه الا ربع سمنه او زيت، او ممكن يكون معاكي نص كوبايه. انا اعتمدت هنا انها تكون على الرايب تقيل ولبن فلاحي تقيل، فبالتالي قلت هالسكفة بقى عشان ايه الدسامة يعني. قلبتها كده حلو قوي مع بعض، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة ونص خميرة فورية، يعني باكو خميرة فورية، وقلبتهم كده مع بعض. انا ما حطيتش الملح عشان افعل الخميرة بسرعة. خلاص حطيتهم قلبتهم كده. هنزل بقى بعد ما قلبتهم ودوبتهم واتأكد وانا بحط الخميرة ان اللبن دافي مش سخن. نزلت بيهم بقى في بولة العجان، وهبدأ احطهم بقى في العجان هنا. خلاص كده هحط عليهم كيلو دقيق، انا ما عملتش حاجة، ما قلبتش حاجة ولا بتاع، ده كيلو دقيق جميع الاغراض. على فكرة النوع ده من الدقيق حلو جدا، بيتباع في كازيون ماركت، اسمه دقيق الطي الاطيب. المهم حطيت بقى نص معلقة ملح صغيرة وبدأت أعجنهم كده في العجان. محتاجوش معايا حاجة، يمكن معلقة مية ويمكن لأ كمان لو احتاجوا، يعني مظبوطة العجينة والمقادير تمام. الكيلو دي بياخد كوبايتين رايب. خلاص عجنتها كده مفيش 4 5 دقايق عشان الدقيق حلو وعرقه حلو، فلم معايا بسرعة وبقى عامل ناعم كده زي ما انتوا شايفين. سبتها تخمر نص ساعة وغطيتها، وبدأت أدهن إيدي زيت وهعملها كور صغيرة. حطها على كور صغيرة كده على المفرش، الكورة كده قد البيضة يعني الصغيرة مش الكبيرة أوي، لأن هي بتنفش. طيب انتي طبعا حجم القرص بتاعك، عايزة تكبري الحجم كبري، عايزة تصغري صغري، انتي حرة بقى براحتك، يعني دي حريتك. وغطيتهم كده بفوطة علشان على طول، يعني انا بشتغل على طول، كنت بس اللي بعمله بغطيه علشان الجو عندي ساقعة. جبت صينية وبدأت أرص فيها حسب ما الصواني بتاعتك تاخد. أنا طبعا هشيل لما هلاقي زنة هشيل. بعد ما حطيتهم كلهم في الصواني بدأت بقى بإيدي كده أبطط، بتبطط معاكي بكل سهولة، عجينة مرتاحة وطرية. خلاص وسعت كده على قد ما خدت، تعملي ببطن ايدك وتعملي بقى بايديكي كده من قدام او ببطن ايدك بس. على فكرة ممكن تبططيها على الرخامة وترفعيها في الصينية. سبتهم يخمروا ودخلتهم فرن، سبتهم نص ساعة يخمروا ودخلتهم فرن درجة حرارته 200 على الرف اللي تحت على الصاج، دقيقتين 3 كده على الصاج، وبدأت أرفعهم على الشبكة ومشغلة الشواية على الهادي وتحت شغال. طلعوا معايا بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. أول ما طلعوا عملت ايه، حتة زبدة بشوكة وقمت دهنة الوش اللي بتطلع، الصينية اللي بتطلع بدهن الوش وبخها مية وغطيها بفوطة. أدهن الوش وبخها مية وغطيها بفوطة.
طلعوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لما بردوا شلتهم من على الصواني وحطيتهم لكم كده عشان تشوفوا. ده الكيلو دقيق طلع كمية حلوة جدا، طبعا ما فيهوش حشو، ولو في حشو بيطلع اكتر يعني، او يعني الكمية بتبقى معاكي حلوة. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو.